السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الحلوين، حبايب ماما لولو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عايزة اقول لكم النهارده طريقة البامية. انا عملتها بعد الفينيشنج بتاعها. انا حبيت اجي اقول لكم الطريقة لان كان في ظروف ما عندي، وللاسف ما عرفتش اصور الخطوات يعني. تمام. آه، دلوقتي انا عملت البامية اهي. الباميه المعتاده العاديه اللي احنا بنعملها ومتعودين عليها، اللي هي نايف ناي، او انا بالاحرى يعني والدتي معلمانا او معودانا ان احنا نعملها نايف ناي وتبقى زي العسل، تبقى مسكره كده وقمر. بس المره دي انا عملتها بالطريقه السعوديه. المره دي انا جبت بصلايه متوسطه وصفرتها كده، اللي هو يا دوب تدبل وداخله على الاصفرار، يعني ما اتحمرتش قوي، يعني سبكت لها بس بصله مش محروقه، تمام، مش متحمره زياده عن اللزوم يعني. وبعدين جبت الصلصه، كنت مظبطاها ومقطعاها وعصراها في الخلاط، وزودت عليها صلصه عاديه، واديت لهم غلوه مع بعض، وتبلتهم طبعا بالملح والفلفل ومرقه دجاج والبهارات اللي انتوا عايزينها. تمام. كنت سلقه اللحمه وحطيتها على الوش كده، وسبتها تحت الشوايه تاخد وش هي والباميه بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل الخطير ده. هنا عملت الرز، شوحته طبعا بعد ما حمرت الشعريه وغسلته وشوحته مع الشعريه، وسقيته بالشوربه، شويه فلفل اسود، ممكن تحطي مرقه دجاج لو تحبي، انا ما بحطش. وبعد كده في الاخر لما بيتشرب خالص بحط له حته زبده زياده من فوق، وبقلبه تقليبه. وبصوا طالع قمر 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 ازاي، مفلفل وجميل خالص، ولونه تحفه، ولون الشعريه تجنن. ما تحمريش الشعريه زياده عن اللزوم، دي كده ايه، اللون الاصفر المحمر الحلو ده. وشويه نصيحه، شويه ملح كده وانت بتحمري الشعريه، هتديكي لون موحد للشعريه وانت بتحمريها، مفيش واحده تبقى غامقه عن التانيه. تمام. دي معلومه يعني اكيد انتوا عارفينها، بس باكد عليها عشان انا عارفه ان انتوا شطار واشطر مني. بسم الله ما شاء الله عليكم. هنا خلصنا الرز خلاص اهو. وعملت لكم ايه تاني بقى؟ عملت لكم ايه؟ تتوقعوا ايه ده؟ الكشك المصري الاصيل الجميل، السكر بتاعنا، الكشك الصعيدي. بس انا عاملاه بالرز، مش الكشك اللي بيتباع بره. بصراحه انا بقرف منه وما بحبش اشتريه، لان بيبقى عافف عليه الدبان كده وما بيبقاش حلو خالص. بيتعمل ازاي؟ دي البصله بتاعته حمرتها اهو، مصفره شويه، بس الكام او التصوير مغمقها شويه. هنا القلقاس عملته كالعاده، طبعا انتوا عارفين القلقاس شوربه وشويه ليمون ومرقه دجاج، وبتحطوا القلقاس فيه لحد ما يستوي وتحطوا له السلق. هنا الكشك انا عملته شويه رز يتسلقوا في شويه ميه، كوبشه رز كده على القد في شويه ميه او شويه شوربه وحته مرق دجاج وعليهم فلفل اسود لحد ما الرز يتهري خالص، بتاع الكشك، مش الرز ده، بتاع الكشك. وبعد كده بتجيبي معلقتين دقيق عليهم شويه لبن، نص كوبايه لبن كده، وتضيفيهم على الكشك اللي بالشوربه ده، او الرز اللي ايه، المهري ده بالشوربه، لحد ما يستوي، وتحطيه في اطباق وترصي البصل. وهنا القلقاس والباميه والرز، والف هنا وشفا.